ربنا يستر عليك يا كنزي. انا خايف عليها قوي يا مستشكر، خايف، دي مش فاهمه حاجه، دي عيله صغيره، عايزك تخلي بالك منها. انا لولا البطوله اللي عندي دي كنت قعدت لها في البيت ما خرجتهاش، بس البطوله دي يا ميس لو راحت مني هبقى انا كمان ضعت. انا عايز حضرتك تحلي محلي في البيت، ما تخليهاش تخرج خالص. عينيا يا اخويا، ما تشيلش انت هم، خليك انت في البطوله بتاعتك. دي كنزي دي في عينيا، والله لو هوبت ناحيه السلم والله ما في غير الشبشب. اكتب يا مدحت: بلاغ إلى النائب العام مقدمه لسيادتكم مطيع خلاف المحامي بالاستئناف العالي والنقد. لقد وقعت يا سيدي فريسة شركة لغسيل الأموال، وهي تعمل في تجارة المخدرات، يديرها شخص يدعى مبروك شحاتة مبروك، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. أخويا الكبير بيقولي انسي أبوكي وأمك، انسي فصيلة دمك، حضن كان بيضمك، حيالله كان من أمك. أخويا الكبير بيقولي نبتدي من جديد. فوزي انت بردويل، الباسبورتات وتذاكر الطياره. عقلك بالسرعه دي؟ لا طبعا فعلا صدق اللي قال فوزي على الهوا. بص فيهم. يا ابن الايه، مفيش اي حد يقدر يكتشفهم. فوزي انت زدت غلاوه عندي، عايز يلا وانا راجع اجيبهولك. انت رايح سريلانكا؟ ايوه. عايز علبه كسري؟ عينيا الاثنين. احنا كنا متفقين على كام؟ 500,000 جنيه. وصلك مني كام؟ 100 جنيه ورجعتها لك. 20 كمان اهو. كده يبقى الحساب مظبوط. يلا ربنا يكرمك. ما تنساش تكتر السطة على الكسري. لا شطه بقى كتير، جمارك انت عارف. يلا توكل على الله. بالسلامه. سلام يا حبيبي. سلام يا فوز. يا ابن اللذينه. مساء الخير. مساء النور. العقيد حسن ابراهيم، ممكن اقابل الاستاذ مطيع؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. بابا، سيادة العقيد عايز يقابل سعادتك. اتفضل. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، معلش اعذرني مش قادر أقف، أنا مريض شوية. خير؟ الف سلام عليك. أهلا وسهلا. العقيد حسن ابراهيم. أهلا وسهلا. خير؟ حضرتك يا استاذ مطيع قدمت بلاغ للنائب العام ضد الاستاذ مبروك شحاته مبروك. أيوه فعلا حصل. اتضح ان الاستاذ مبروك شحاته مبروك ده من اشرف الناس وانزه الناس، وشركه الكمبيوتر اللي بيديرها الداخليه نفسها بتتعامل معاها. وطبعا حضرتك عارف ان احنا لا يمكن نتعامل مع شركه غسيل اموال. والله يا فندم أنا أسعدني جدا الكلام ده، لكن أنا اتصرفت كمواطن شريف لما لقيت مواطن تاني بتحوم حواليه الشبهات، فقلت أعمل اللي عملته ده. طبعا احنا بنشكرك جدا على تصرفك ده، بس حضرتك راجل قانون وعارف ان احنا ما ينفعش نتهم رجل شريف من غير اي دليل. فعلا يا فندم، مظبوط. طيب تسمح لي استأذن عشان عندي شغل. اتفضل سعادتك. حضرتك ما شفتش أي حاجة. متشكر قوي. شرفتك. عقيد شرطة يجي عشان يبرأ ذمة مبروك؟ ده أكيد مبروك ده جامد قوي. معقولة يا بابا؟ ده يا دوب الشكوى لسه بعتنها أول امبارح. عقيد شرطة يتحرك بالسرعة دي عشان سمعة مبروك؟ ويشتغل مع الداخلية. تصور أنا كنت عارف المعلومة دي، بس لما سمعت عن حكاية المخدرات عقلي وقف، معرفتش أفكر غير في حاجة واحدة بس، فلوس اللي هتضيع أو هتدور في شركة غسيل أموال. اترعبت ساعتها، حسيت إن أنا ممكن أترمي في السجن. تهت، ما شفتش حاجة قدامي. بس حضرتك كده موقفك وحش قوي. والمسكينة رموز اللي كنت هطلقها، أما أنا طلعت وحش بشكل.
مساء الخير يا رموز. أنا عارف إن أنا غلطان والغلط راكبني من ساسر راسي. لو في قلبك شكوى مني اشكي مني، لوم عليا، وإن لقيت الحق عندي أديهولك من عينيا. قول يا قلبي. ايه ده؟ غدار، ما كانش العشم ابدا انك انت تغدر بيا كده من الاول. لو كنت عارفه انك انت غدار وقلاب بالشكل ده ما كنتش امنت لك ابدا. ما فيش حاجه تكسر قلب الست وتهد كيانها الا الغدر. أنا ارجوك ما تقولش حاجه. الله 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 الله، ايه اللي انا شايفه ده؟ انت ازاي ولا تيجي هنا؟ انت مش طلقتها؟ جاي تتهجم عليها في بيتها؟ هو الحقيقه مش جاي يتهجم عليا، هو جاي يعتذر لي. حنيتي بسرعه يا اختي. لا والله وحتى لو بكذب ان شاء الله اموت، هو فعلا جاي يعتذر لي. يا سهرنا قال يعتذر قال. أي والله أنا جاي أعتذر لك وأعتذر لها عن الخطأ اللي حصل مني ليكم انتوا الاتنين. جيل متسرع. أيوة فعلا إحنا جيل متسرع. جيل أهوج. أيوة فعلا إحنا جيل أهوج. جيل أرعن. أيوة فعلا أنا أرعن، ودي نتيجة إن اتربيت وحيد الوالدين. أنا عارف إنك دلوعت العيلة. بنت تعالي هنا، تعالي هنا. انت عارف انت عملت ايه في البنوته ديت؟ انت كسرت بخاطرها وهي لسه عروسه موروره. ما أنا جيت عشان أعتذر، أعمل إيه أكتر من كده؟ اوعى توافقي. بس انا بقول يعني تاتا طاطا قصدي استاذ مطيع، يا ريت تسيبني شويه لحد ما اعصابي ترتاح. رموز. طيب اوعى تنخي. ما انا عايزه اقول له يعني طيب انا بقول يعني يا ريت تسبقني على البيت وانا هبقى احصلك. رموز. قالت لك اتفضل على البيت. إذا أنا هتعشى لوحدي.